في كل سنة في آخر العام الهجري في نهاية شهر ذي الحجة يأمرون بأشياء من الأذكار، من العبادات. صوموا آخر يوم من شهر ذي الحجة، يهنئون الناس بالعام الماضي، يهنئونهم مثل ما يهنئونهم بعيد الفطر أو عيد الأضحى. كل هذه ترهات وأباطيل ما أنزل الله بها من سلطان. يرغبون في أشياء في مواسم الخير، يدسون على الناس، يستغلون حرص المسلم على حب الخير، يدسون عليه هذه الأمور. احذروهم وحذروا منهم. إن العام الهجري ليس له خاصية، وليس هو مما جاء في الشرع، إنما هو اصطلح الصحابة عليه لما جمع عمر الصحابة رضي الله عن الجميع، لأنه يأتيه كتابات من عماله لا يدري متى كتبت، فتشاوروا في وضع تاريخ للمسلمين، ولم يلتفتوا إلى التاريخ الميلادي مع أنه موجود، لأننا نهينا عن التشبه باليهود والنصارى، فلم يلتفتوا إلى التاريخ الميلادي ولا إلى التاريخ الفارسي ولا إلى غيرها من التواريخ، لأننا منهيون عن التشبه بغيرنا. فاصطلحوا على أن يكون بداية محرم هو بداية العام الهجري، ويكون شهر ذي الحجة هو آخر العام الهجري. وهذا اصطلاح منهم، لم يريدوا أن يرتبوا عليه عبادات أو فضائل أو غير ذلك، لكن أهل الشر يبنون على هذه الأسباب ويحوكون حولها أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فحذروا منهم واحذروهم، تروجوا هذه الأمور، لأن هناك من يأخذ هذه الأوراق المكتوبة ويوزعها، يصورها ويوزعها، وربما يلصقونها في أبواب المساجد أو في داخل المساجد، لأنهم يقولون من روجها ومن سوى فله من الأجور كذا وكذا، يوظف، يرفع، يعطى كذا، والناس يطلبون الخير عاجلا وآجلا، فيغرون الناس بهذه الأمور. فاحذروهم وحذروا منهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل.